السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي في كل مكان خارج مصر وداخل مصر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي أحسن حال. كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية سريعة كده وسهلة جدًا، جدًا، وطبعًا كلكم بتحبوها وكل أطفالنا بيحبها ودايمًا ولادي بيطلبوها مني صيف وشتا. التحلية هو الجيلي بالفواكه، ممكن تعمليه جيلي سادة وممكن تعمليه جيلي بالموز، وممكن كمان تعمليه بأي فاكهة متاحة عندِك. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آآ بجد تحلية حلوة جدًا، جدًا، وولادي كتير بيطلبوها منّي. يالّا حبايب قلبي اللي أول مرّة يشوفني وما اشتركش في القناة، يشترك في القناة وينضم لعيلتي الجميلة، عيلتي الصغيّرة اللي هتكبر بيكم إن شاء الله. ما تنسوش تفعّلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بفيديوهاتي. النهارده دلوقتي بقى هنسمّي الله. معايا هنا باكونجيلي، مش عارفة ده جيلي بالمشمش أو جيلي بالأناناس، مش عارفة والله. بس جِبت جيلي بالفراولة وجيلي بالأناناس. طبعًا السُكّر حسب الرغبة، شوفي أنتِ بتحبّي الحاجة إن كان سُكّرها زيادة، حاجة سُكّرها قليل. السُكّر دي حسب رغبتِك أنتِ ورغبة ولادِك، تمام. طبعًا أنا حطيت سُكّر، إحنا بنحب الحاجة دايمًا مسكّرة أو سُكّرها زيادة شوية. معايا بقى في الجيلي بتاعي طبعًا معايا مَيّة مغلية، غليتها مرّة و2 و3 في الكاتل، ممكن تغليها على البوتاجاز ما فيش أي مشكلة خالص، وضِفت كوباية كبيرة وكمان يعني نُص كوباية مَيّة باردة. طبعًا المَيّة السخنة الأول قلّبت السكر كويس جدًا في المَيّة السخنة قبل ما أضيف عليها المَيّة الباردة، تمام، مَيّة عادي خالص من الحنفية. تمام كده حبايب قلبي، يالّا حطّوا لي لايك وكومنت حلو كده، ما تنسيش اللايك يا حبيبتي يا اللي بتتفرّجي عليَّ أو بتشوفيني لأول مرّة، حطّي لي لايك واشتركي عندي في القناة وفعّلي لي زر الجرس. طبعًا دوّبت السكر كده كويس جدًا، وبعد كده نزلت بنُص أو ربع كوباية مَيّة باردة من الحنفية ودوّبتها. تمام كده يا حبايبي، وقلّبت كويس جدًا عشان أتأكد إن السكر دايب معايا. طبعًا بقى عندِك أطباق الجيلي، عندِك كاسات، عندِك أطباق إزاز، المتاح عندِك والمتوفّر اعملي فيه، ما فيش أي مشكلة، كلّه هيمشي وكلّه هينفع، ما توقّفيش نَفْسِك على حاجة. أنا معايا هنا زي ما قُلت لحضراتكم معايا موز وفراولة، تقدري تعمليه سادة، تقدري تحطّي أي فاكهة، تقدري بُصّي تعمليه بالموز بس، حسب رغبتِك أنتِ وحسب المتاح عندِك، اللي في تلاجتِك اعمليه. أنا بدأت هنا، أنا باحب جدًا الفاكهة الكتير، فولادي كمان بيحبوا الفاكهة جدًا، فأنا باحاول بصراحة أستغل الفاكهة اللي موجودة عندي المتبقية من الولاد، وباعمل بها إيه، أطباق جيلي كده بتفضل عندي طول الصيف وطول الشتا، بتبقى حلوة يعني، وخصوصًا كمان في الصيف، بتبقى حاجة كده إيه، ساقعة كده في التلاجة وبتبقى مرطبة وجميلة، ترطب على قلبِك وعلى قلب ولادِك، وفي الشتا كمان بتبقى حلوة جدًا بس مش بتحطيها في التلاجة. بدأت هنا بقى أقطّع الموز والفراولة زي ما حضراتكم شايفين كده، وهاعمل كل الكاسات كده زي ما حضراتكم شايفين. يالّا يا حبايب قلبي حطّوا لي اللايك وفرّحوني، وما تنسوش كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني دايمًا أستمر معاكم. هنا يا حبايب قلبي بقى كنت إيه، مليت الكاسات اللي معايا من الفاكهة، زي ما حضراتكم شايفين بدأت بقى إيه، أحُط الجيلي أو أضيف الجيلي على الفاكهة اللي معايا. زي ما قُلت لكم الفاكهة المتاحة عندِك اعمليها، لو ما عندكيش فاكهة اعمليه من غير فاكهة، بس بصراحة أنا ولادي بيحبوا الجيلي بالفاكهة جدًا أو بالموز عامةً، لو ما عنديش أي حاجة باعمله بالموز.
خلاص هنا يا حبايب قلبي بدأت أعمل الباكو الجيلي اللي بالفراولة. طبعًا حطيت المَيّة في الكاتل تغلي تاني عشان المَيّة ممكن تكون بردت معايا شوية، تمام كده. اللي عملته في الباكيت الأولاني هاعمله في الباكيت التاني، هاضيف الباكيت بتاع الجيلي وبعد كده هاضيف السكر، والسكر حسب الرغبة. أنا هنا جبت كاسات أكبر شوية وقطعت فيها الفاكهة بتاعتي، الموز والفراولة، تمام كده. هاضيف بقى الباكيت الجيلي، هاحط كوباية مَيّة مغلية، وهانزل بربع كوباية مَيّة باردة. طبعًا السكر حسب الرغبة، هادوب السكر الأول في المَيّة السخنة عشان لو حطيت عليه المَيّة الباردة مش هيكتل معاكِ. حطي بقى ضيفي السكر انت ورغبتك ورغبة ولادك. انا بدوب السكر كده كويس جدا. عندي برد جدا يعني بصوا، الحمد لله على كل شيء. البرد مخلص على الواحد والله. فضلت بقى ايه ادوب السكر كده كويس، وبعد كده ضفت ربع كوباية من المية الباردة، وبدأت بقى ايه احط في الكاسات بتاعتي الجيلي الجميل بتاعنا. ما شاء الله الجيلي بالفراولة تقل معايا بسرعة عن الجيلي اللي هو بالمشمش او بالاناناس يعني. ده كان تقيل معايا جدا عن الجيلي التاني بصراحة يعني. التاني اخد وقت شوية. حاولي ما تكتريش ليه المية الباردة، حط كوباية مية سخنة وربع كوباية من المية من الباردة من الحنفية عادي خالص. عفوا. بدأت بقى ايه اضيف الجيلي كده في الكاسات. يعني ما شاء الله الباكون عملوا معايا كمية كويسة. بجد كان طعمه تحفة. جربوه واعملوه لولادكم، وتحلية سريعة وسهلة جدا في البيت، مش هياخد منكم اي وقت خالص. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما يكونش طولت عليكم النهارده في الفيديو. وحطوا لي لايك بقى، ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد ويوم جديد ان شاء الله مع يوميات ست البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.